السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى الله فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نحضر معكم غريبه بالفواكه الجافه، كتجي معلكه واقتصاديه وناجحه 100%. والاهم من هذا انها صحيه وغادي تنجح معكم من اول مره غادي تجربوها. فخليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش نعرفوا جميع على المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوا 250 غرام من اللوز اللي غادي نوضعوه في واحد الهشوار وغادي نطحنوه حتى كيرجع لينا شكل البودغ، حتى ما كيبقاوش عندنا نهائيا الطريفات ديال اللوز كما كتلاحظوا. من بعد كناخذوا واحد الاناء اللي غادي نوضعوا فيه بيضه، غادي نضيفوا ليه 50 غرام من السكر، القياس ديال نص كاس ديال العنبه من السكر سنيده، و70 ملل من زيت المائده. ومن بعد غادي نضيفوا القياس ديال 8 غرام من سكر الفانيليا، اي ساشي ديال الفانيليا. ومن بعد غادي نضيفوا معلقه ديال مربى المشمش وواحد القبصه ديال الملح، رشه ملح فقط لتصحيح الذوق. ومن بعد غادي نخلطوا الكل جيدا. من بعد ما كنطربوا الكل جيدا غادي نضيفوا 250 غرام ديال اللوز اللي كنا طحنا في البدايه، وغادي نضيفوا القياس ديال معلقه صغيره من خميره الحلويات. صافي من بعد غادي نجمعوا الكل جيدا حتى غادي نحصلوا على واحد القوام اللي كيكون عندنا معلك ومتجانس، اللي كنشوفوا صافي ولات كتجمع لينا في يدينا. صافي كنحبسوا من التحريك. صافي كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، كتكون دغيا كتجمع لينا كما كتلاحظوا، ما كتلصقش نهائيا في اليدين. صافي من بعد غادي نبقاو كنشكلوها كويرات وندوزوها في السكر كلاصي اولا سكر بودغ. ومن بعد كنزينوها بواحد الحبه ديال اللوز ولا الكركاع اولا كاوكاو اللي عندكم في المنزل، ولكن بما ان هذا الحلوى لا باز ديالها هو اللوز فاحنا غادي نزينوها باللوز. فكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كننتهيو من الكميه اللي عندنا. صافي من بعد كنوضعوا الحلوى ديالنا في واحد الطاوه ديال الفرن اولا الصينيه وكندخلوها الفرن، كنشعلوا عليها من الفوق هو الاول. من بعد ما كتشقق لينا كنشعلوا عليها من التحت، ومن بعد كنخرجوها كما كتلاحظوا كتجي معلكه من الداخل، كتجي مشقه رائعه البنات ولذيذه لذيذه. انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم، كتجي معلكه من الداخل. صافي من بعد كنقدموها للضيوف ديالنا بالصحه والراحه، فهي في مده قصيره كتكون عندنا واجده وسهله ما فيهاش بزاف ديال المكونات، فتقدروا تحضروها للضيوف الغافله. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الا عجبتكم لا فيديو كما العاده ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم، الى اللقاء.